السلام عليكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ تقابلنا في فيديو جديد. النهارده هنعمل الكشري بطريقه بسيطه، عباره عن رز والعدس ومكرونه والبصل المتحمر. وطبعا عاملين الصلصه بتاعته. وكان ده النهارده الفطار بتاعنا. بالنسبه دلوقتي ان في ناس بتحب تحط حمص زياده، بس انا ما كانش عندي حمص. بتسلق حمص وتحطه برضو على الوش مع الرز والعدس والبصل. فان شاء الله انا هقول لكم الطريقه بالظبط دلوقتي احنا هنعمل ايه بالخطوات. خليكم معايا وهقول لكم خطوه خطوه احنا هنعمل ايه. بس دي النتيجه الاخيره اللي انا حبيت اوريها لكم بتاعه بعد ما غرفت خلاص وخلصت. طبعا هنا يا بنات انا جبت حله وحطيت فيها طبعا البصله، حوالي بصلتين او 3 بصلات مفرومين، وحطيت عليهم معلقه توم كبيره. حطيت التوابل، ملح وكزبره وفلفل اسود وشويه كمون. وطبعا بوريكم هنا ان انا كنت بقلب طبعا قلبت التقليه مع بعض، وحطيت حبه شطه لان احنا بنحب الصلصه مشطشطه. كل ده انا كنت لسه بعمل في اول حاجه، عملت الصلصه بتاعته. بعد كده خليكم معايا برضه عشان ابقى ماشيه بالخطوات. هنا قعدت طبعا اقلب في التقليه، كنت بحط الملح هنا زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا حطيت ملح وفلفل وشطه وكزبره وكمون على البصل المفروم وعلى التومه، وقعدت اقلب. ماشي تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده برضو قعدت اقلب الحاجه التوابل مع بعض مع الحاجه، ونزلت عليهم باربع كوبايات طماطم مضروبه في الخلاط. وبعد كده بدات اجيب حله حمرت فيها شعريه. وبعد ما حمرت الشعريه نزلت بعد كده بالرز عليها مغسول كويس. وبعد كده كنت ناقعه العدس حوالي قبليها بساعتين، العدس بجبه. هتلاقوني بعد كده نزلت بالعدس على الرز وعلى الشعريه. بعد كده قلبتهم مع بعض كلهم تقليبه واحده، ونزلت بمعلقه كمون كبيره، ونزلت بملح شويه ملح. بعد كده انا بسكت كل شويه عشان بقول لكم بالظبط الحاجه اللي بتظهر قدامي، بقول لكم احنا يعني كنت بعمل ايه. بعد كده نزلت بالميه المغليه من الكاتل. بعد كده بعد ما خلصت الميه المغليه طبعا غطيت الوش عشان ما